سلام أخواتي، نتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. كما راكم تشوفوا الوصفة تاعنا تاع اليوم راح تكون محاجب بصلصة اقتصادية وبنينة بزاف بزاف بعجينة ما تقطعش معاكم كامل. راح نضيفوا لها مكون يخليها إن شاء الله مطاطية وناجحة من أول تجربة. وكما راكم تشوفوا عندي هنايا 3 كيلات تاع السميد. انا هنايا قربت لكم النوعيه تاع السميد باش تشوفوها. السميد الرطب كامل، يعني من بعد ما غربلته هزيت 3 كيلات ممسوحين تاعو. نزيد نضيف معاهم هنايا نص علبه تاع خميره الحلويات. انا العلبه تاعي 10 غرام. انا يعني حطيت تقريبا 5 غرام تاع خميره الحلويات. ونزيد نضيف معاهم هنايا المكون السري اللي راح يخلي العجينه تاعي تجي يعني مطاطيه وما تتكسليش كامل، ويخليها تتكون فيها العلك. يعني مهما كانت النوعيه تاعكم تاع السميد، يعني اي نوعيه راح نديروها تحطوا معاها هذا المغرف تاع الخل. انا هنا عندي الخل الاحمر وانتم حطوا اي نوعيه متوفره عندكم. هنايا اكيد ضفت الكميه تاع ملح، ذوبتها شويه في هذاك الخل باش تفسخ ليه. ونزيد نضيف هنايا شويه تاع العسل. هاد الكميه تاع العسل اختياريه، يعني راح تعطي اللون ما شاء الله المحجب تاعنا، تقدروا تستغناو عليها. نخلط مليح المكونات تاعي مع بعضهم ونبدا نلم هنايا بالماء دافي. هنايا اخواتي الماء تاعكم ما لازمش يكون سخون، لانه لو كان يكون سخون راح يقطع لكم العجينه وما تجيش ناجحه معكم. حاولوا يكون دافي برك، يعني خاصه في فصل الشتاء. وكي يعود يعني الحال سخون والصيف ديروا بالماء عادي. نحط في قلت الكميه تاعي تاع الماء غير بالعقل، ونبدا نلم في العجينه بهذه الطريقه. وهذا هو القوام تاع العجينه تاعي اللي نتحصل عليه. ما تكونش يعني مطلوقه بزاف بزاف، وما تكونش حاكمه روحها بزاف بزاف. كما راكم تشوفوا في هذه المرحله راح نبدا نعجن فيها بهذه الطريقه. يعني دائما نهضر عليها، حاولوا اخواتي يعني المعجنات كامل اللي نطلقوها كما الفتات المحاجب شخشوخه هادو كامل ما لازمش يتقطعوا. نعجنوا غير بهذه الطريقه، يعني براحه اليد ندي ونجيب ونضغط مليح حوالي 10 دقائق حتى هذيك العجينه تاعي تولي رطبه، ونحس باللي اللون تاعها بدا يروح هكذا للبياض. لتم نعرفها باللي راهي وصلت لدرجه العجين اللي انا حبتها. كما راكم تشوفوا هذه هي. انا راح نحطها في قصعه ونغطيها ونخليها عفوا تريح 10 دقائق باش من بعد تعطيني طوع في الخدمه. وكما راكم تشوفوا انا من بعد ما خليتها ريحت لي 10 دقائق راح نبدا نطلق فيها. نبدا نضيف الكميه تاعي تاع الماء غير بشويه برك، ونشف حتى نشف هذيك الكميه الاولى باش نزيد نضيف الكميه الثانيه. واكيد الا كان شفت العجينه تاعي بدات يعني تقاوم وما حبش تتعجن لي، دائما نقولها لكم يعني خليوها تريح شويه 5 دقائق وعاودوا ولوا ليها باش ما تعذبوش معاها في العجين. وهذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه هنايا. باش تعرفوا كيفاش تحبسوا لها الكميه تاع السوائل، لموها هكذا وحطوها على يداكم. الا كان شفتوها بدات تهبط وصلت لهذا القوام، يعني حبسوا لها الماء وكملوا في الخطوات الاخرين. هنايا راح ندهن شويه الصينيه تاعي عفوا القصعه تاعي بشويه تاع الزيت باش نلفها مليح كما راكم تشوفوا، ونغطيها ونخليها على جنب حوالي 15 دقيقه. كما راكم تشوفوا هنايا راهي معجونه، غير نحط صبعي تعاود تطلع. من بعد ما ريحت لي 5 دقائق ندهن هنايا سطح العمل تاعي بشويه تاع الزيت، ونصبط العجينه تاعي بهذه الطريقه غير براحة اليد. ومن بعد نعاود نروح شويه بالحلال. حاولوا ما تركوهاش بزاف باش ما يجيوكمش الكريات صغار بزاف. كما راكم تشوفوا انا هنايا لاستيس تاعي انه نديرهم شويه صغارين ومن بعد نركب زوج فوق بعضهم بهذه الطريقه يجيو الحاجب تاعكم مورقين وخفاف ما شاء الله. كما راكم تشوفوا بهذا الطبع نطبع الكميه تاعي كامل تاع العجين ونحطها في الصينيه يكون دهنتها بشويه تاع الزيت النباتي. نكمل الكميه تاعي كامل ونزيد ندهنها بشويه تاع الزيت النباتي من فوق هكذا باش ما تنشفليش العجينه تاعي وتتقطع لي غير نجي. ونجي منا نحضر لاصوص تاعي تاع المحاجب. نحط شويه تاع الزيت هنا في الكادر ولا في المكلات،
ونخليهم حتى يسخنوا مليح. ونجيب هنايا كميه تاع البصل من بعد ما نكون قطعتها هكذا مكعبات صغار. هنايا بالنسبه للكميه تاع الخضار على حساب افراد العائله، أنا هنايا حطيت 4 بصلات. راح نزيد نضيف الكميه تاع ملح، واكيد التوابل اللي هما حطيت انا شويه تاع الفلفل الاحمر الحلو، وتقدروا يعني تحطوا الحار كما تقدروا تحطوا الهريسه، شويه تاع الفلفل الابيض وشويه تاع راس الحانوت. وهنايا ضفت شويه تاع الماء مع الخليط تاعي باش التوابل تاعي ما يتحرقوليش. نقلي مليح هذيك البصل تاعي حتى يبدا يعني يدبل لي. ونزيد نضيف معاه هنايا حبه تاع جريوات. انا كنت يعني ربيتها بهذه الطريقه. انا نحاول دائما ندخل الخضار لاولادي، واللي ما يحبوش الجريوات تقدروا تعوضوهم بالطرشي. ونزيد نضيف هنايا الكميه تاع الطماطم الحبه من بعد ما يكون رحيتها، ونص مغرف تاع الطماطم المصبره. ونكمل نقلي كامل الخليط تاعي مع بعضه حتى تنشف لي الكميه هذيك تاع السوائل اللي بزاف كما راكم تشوفوا هكذا. انا هنايا في هذه المرحله زدت رحيتها شويه بالبراميكسور. والناس اللي تحبها هكذا بهذا القوام تخليها كما راهي. تقدروا يعني تبدلوا في الحشو على حساب الذوق ديالكم وعلى حساب الموجود. واكيد الحشو تاعكم لازم يبرد مليح مليح باش غير تحطوه فوق العجينه ما يقطعها لكمش. ونجي هنايا يعني انا ما خليتش العجينه تاعي كامله تحت من بعد ما شكلتها هكذا كوريات. نصبت الكوريه الاولى ندهنها بشويه تاع الزيت، ونزيد الثانيه نركبهم فوق بعضهم كما شفتوني. وهنايا اخواتي السميد تاعي راهو عوالي، يعني تاع بالدوم نسربيوه بالدوم، يعني ماهوش نوعيه ممتازه. وبهذيك لاستيس تاع المغرف تاع الخل، وما خليتش العجينه تاعي كامل ريحت حوالي يعني 4 ساعات وبديت نخدم فيها. وكما راكم تشوفوا يعني تتكسل معانا ما شاء الله وما تتقطعش كامل. ندهن هنا سطح العمل ونصبط العجينه تاعي، نزيد نرشها بشويه تاع الزيت ونحط لها الكميه تاع الحشو. هنايا بالنسبه للحجم تاعهم يعني كيما تحبوا ديروهم. انا درتهم شويه صغار على جال ولادي هكذا باش ما كيضيعوليش. ونغلق كيما العاده والعوايد بهذه الطريقه ونحطهم فوق الطاجين. اكيد الطاجين تاعي كنت سخنته من قبل، وعاودت نقصت النار كامل ودهنته بشويه تاع الزيت. وهنايا نبدا نطيب فيهم. اكيد هذه الحبه الاولى دائما يعني نحطوها باش نعدلوا النار تاعنا باش نشوفوا الطاجين والسخونيه ديالو. وكما راكم تشوفوا هنا من بعد ما طابت، وهذا هو الطياب تاعها، وهذا هو اللون تاعها. يعني هذيك العسل عطاتها واحد اللون ما شاء الله، تجي كامل لون موحد. نبدا هنايا نصبط عفوا نطيب في الكميه تاعي كامل بهذه الطريقه. دائما لازم نقعد معاهم ونقلب عليهم يعني باش ما يتحرقوليش، خاصه يعني فوق الطاجين تاع الطين معروف عفوا تاع الحديد معروف انه يحرق الحاجه. وكما راكم تشوفوا حبيباتي هذا هو اللون تاعهم، جا يشهي ما شاء الله، جا موحد وجا حميمر ما شاء الله، جاو خفاف وبنان ولا اروع. اذا حبيباتي انا راح نكمل نطيب الكميه تاعي كامل، نعاود نتلاقى معكم ان شاء الله. اذا اخواتي وهذا هما المحاجب تاعي كما راكم تشوفوا. من بعد ما طابوا انا مباشره حطيتهم فوق طاوله الاكل، لانه ديجا كانت لحقه الزوج ولادي مازال ما تغداوش مي خلصوهم لي كامل من الطاجين، يعني يحبوهم سخونين. انا نخدم وهما يديو لي تقريبا ما لحقتش كامل باش نصور. وكيما هنايا انا راني نصور ما زرب رانا جوعنا، يعني ختمتهم معكم بالزربه كما راكم تشوفوا. جاو حميمرين وجاو يشهيو العجينه تاعهم ما جاتش يعني مطاطيه، جات طريه مورقين معمرين بالحشو ما شاء الله. نتمنى اخواتي تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ونتمنى تجربوها وتتواصلوا معايا في التعليقات تبعتوا لي يعني الصور تاعكم هكذا باش نحطهم في المنتدى. الى هنا اخواتي حبيباتي، ان شاء الله لا فيديو تاعنا تاع اليوم كانت خفيفه ظريفه عليكم. واكيد اذا كان عجبتكم ما تبخلونيش بلايكاتكم الرائعه وتعليقاتكم المشجعه. ونشكر بزاف بزاف الاخوات اللي راهم مساندين فيا ومدعمين فيا، كلهم ربي يبارك فيكم وربي يجازيكم ان شاء الله عنا خير الجزاء. واكيد ما ننساش نرحب خلاف بالاخوات اللي التحقوا بنا كلهم. الدار داركم، نورتوا القناه ونورتونا. الى هنا اخواتي حبيباتي ما بقى لي غير نقول لكم
ما تنسوناش معكم بالدعاء. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى وصفات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.